طلع النهار صلاح قدر يخرج من الفيلا اللي كان محبوس فيها بسبب الكائن الأحمر شبيه الكلب، وراح على بيته وهو بيفكر ايه اللي ممكن يحصل تاني، وهل الموضوع خلص على كده ولا في ايده حاجة ممكن يعملها علشان يرجع حسام من عالم الجن. بعد كام يوم من رجوع صلاح لشغله حصلت كام حاجة غريبة، عرف منها صلاح ان الموضوع بيتعقد تاني وان الجن بدأ جولة رهيبة تانية. اتقبض على شخص كان بيحاول يقتل مراته لأنها بتتصرف بشكل غريب. بيحكي إنه صحي من النوم الفجر على صوت همسات وكلام غير مفهوم خارج من جهاز تسجيل محطوط جنبه، كلام كأنه تعويذة أو طلسم. ولما ما لقاش مراته موجودة قام يشوفها فين، بس ما لقاش في أي حتة في البيت. بيبص من الشباك لقاها واقفة في الشارع ونظرتها جامدة وعينيها واسعة وكلها سواد، ومعاها 4 أشخاص عينهم منورة في الضلمة، الدم اتجمد في عروقه. بس قرر ياخد حاجة يدافع بيها عن نفسه ويطلع يشوف هي بتعمل ايه. لما خرج اتفاجئ بمشهد غريب، اللي كانوا معاها مش 4 بس، دول كانوا ناس كتير واقفين ما بينطقوش وعينهم كلها بتنور بشكل غريب مع ان الدنيا ليل والشارع ضلمة. ولما لمحوه واحد منهم صرخ صرخة رهيبة بسببها اترمى لورا وخبط في الحيطة واغمى عليه. صحي بعدها بشوية لقى نفسه على سريره والعصاية جنبه، جري على أوضة ولاده لما سمعهم بيعيطوا خايفين، خد معاه العصاية ودخل الأوضة، لقى مراته بتحاول تأذي الأولاد، هجم عليها وضربها على دماغها بالعصاية. الجيران سمعوا الصوت واتصلوا بالشرطة واتقبض عليه. طبعا محدش صدقه غير العقيد صلاح اللي حس ان الموضوع ليه علاقة بالطلسم. صلاح خلص شغله اليوم ده وروح البيت، جرس تليفون البيت رن ومراته ردت، بس فضلت متنحة بتسمع حاجة ومش بتتكلم. هو ما اهتمش بالموضوع ودخل نام. صحي الفجر على صوت عياط طفل رضيع، كان مفزوع لانه ما عندوش اطفال، بس لما خرج من الاوضه اتفاجئ بمراته عينها شكلها غريب واسعه وكلها اسود وماسكه في ايدها طفل رضيع ومعاها سكينه وكانت هتذبح الطفل، بس صلاح ضربها بظهر المسدس على دماغها علشان تفقد الوعي وخد الطفل منها. خرج يركب عربيته بسرعه لانه فهم انه مش في امان هنا، وفهم ان مراته تم الاستحواذ عليها بسبب ان حد قرا عليها الطلسم في التليفون. ركب عربيته وحط الطفل جنبه وبدا يتحرك، بس اتفاجئ بحاجه رهيبه، مجموعه من الناس كتيره سدوا عليه الطريق وكلهم عينهم منورة بشكل عجيب. رجع بالعربية لورا بس لقى مجموعة تانية سدت عليه الطريق ومبقاش عارف يعمل ايه، والأخطر إنهم بدأوا يرموا على العربية طوب علشان يكسروا الإزاز، وخلاص فقد الأمل تماما إنه يعمل حاجة، خصوصا لما مراته خرجت من البيت وانضمت للناس الغريبة دي واستعد للحظة اللي جاية لما الإزاز اتكسر وبدأوا يهجموا على العربية وأعدادهم كانت بتزيد.